السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله كتير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لازم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل صينية كيكة اللي هي العادية خالص. طبعا المقادير سهلة وبسيطة. وطبعا كلنا بنعملها. حبيت ان انا اعملها النهاردة فيديو وتشاركوني في المقادير بتاعتها. يلا نشوف الطريقة مع بعض. معايا 3 كوبايات من الدقيق، كوباية لبن، كوبايتين من السكر، كوباية زيت، ربع كوباية خل، 3 بيضات، ومعايا كيك شيف، ومعايا فانيليا، ومعايا فانيليا البرتقال بديل الفرط. يلا نشوف هنعمل الأول. هنحط الخل، ربع كوباية من الخل، بعد كده هنحط البيض. كل ده هنحط المقادير دي كلها في الخلاط، هنعملها في الخلاط. وبعد كده هنحط الزيت، وبعد كده هنحط كوبايتين السكر زي ما انتم شايفين. هنحط الكوباية التانية من السكر، وبعد كده هنحط كوباية اللبن. آخر حاجة معايا هنحط الفانيليا بتاعتنا، فانيليا العادية وفانيليا البرتقال. دلوقتي احنا خلصنا المقادير. هنحط بقى فانيليا البرتقال، دي آخر حاجة معايا. دلوقتي احنا عملنا الخليط. هنجيب بقى الدقيق معانا ومعايا المنخل، هندخلهم مع بعض في الطبق. دي أول كوباية هنهزها كده عشان لو في الدقيق في أي تكتلات في أي حاجة، طبعا ما ينفعش إن احنا نسيبها في الدقيق، لازم ننخل الدقيق كويس عشان لو في أي حاجة طبعا بنشيلها. دي الكوباية التانية برضو هندخلها كده في الطبق زي ما انتم شايفين. هنجيب الكوباية التالتة، دي آخر كوباية معانا، برضو هندخلها كويس جدا. بعد كده معايا الكيك شيف، برضو هنحط الكيس. هجيب الكيس التاني برضو وهننخله برضو على الدقيق عشان لو في أي حاجة برضو متبقاش تنزل في الدقيق. كده احنا خلصنا. هنخلط بقى الكيك شيف على الدقيق، نقلبهم كده اتجاه واحد زي ما انتم شايفين. الخليط بقى بتاعنا هننزل على الدقيق شوية بشوية، مش هننزل بالخليط كله. وهنقلب كله مع بعضه اتجاه واحد، ما ينفعش نقلب اتجاه واتجاه، لازم اتجاه واحد، لازم علشان الكيكة ما تبقاش مكتومة معانا وتعمل هوا، يبقى فيها فقاعات الهوا تبقاش مكتومة معانا. كده هنحط شوية كمان من الخليط ونقلب زي ما انتم شايفين كده كله اتجاه واحد. نفضل نقلب كويس جدا لغاية لما الدقيق يختفي معانا والخليط يبقى كله زي ما انتم شايفينه كده.
دلوقتي بعد ما عملنا الخليط معانا زي ما انتم شايفينه، طبعا على الوش الفقاعات الهواء ديت يبين ان الكيكة فيها هواء، وان الكيكة ناجحة ان شاء الله معانا. دلوقتي معايا الصينية بتاعتنا، وحطيت شوية من الزيت مش كتير، وبدهن الصينية كده بالفرشة زي ما انتم شايفين. لازم ندهن الصينية زيت أو حتة سمنة صغيرة، أي حاجة المتاح. زي ما انتم شايفين كده ندهن الصينية كويس، ونجيب رشة من الدقيق ونمشيها على الصينية كويس علشان الكيكة ما تلزقش معانا من تحت. بنغلف الصينية كده من تحت ومن الجناب زي ما انتم شايفين كده. هحط شوية كمان، وهقلب الصينية داير ما يدور زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا بعمل كده. دلوقتي انا غلفت الصينية خالص بالدقيق زي ما انتم شايفين. هنجيب الخليط بتاعنا، وهنفضي كده في الصينية شوية بشوية. دلوقتي لازم احرك الصينية كده واخبط على الصينية كده زي ما انتم شايفين علشان الكيكة تتفرد معايا. ونكمل باقي الكمية. هنفضي الكمية كلها في الصينية. كده خلاص. هخبط برضو الصينية شوية كده زي ما انتم شايفين، واحاول اخبط عليها بايديا علشان لو في اي حاجة الصينية تبقى مفرودة، الخليط يبقى مفرود في الصينية، ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية. دلوقتي انا مولعة الفرن من قبلها علشان يسخن. هسيبها في الفرن حوالي ساعة الا ربع كده، لغاية لما الكيكة تستوي، وهوريكم شكلها بعد ما استوي. دلوقتي شكل الكيكة بعد ما طلعتها، أنا هسيبها تبرد لأنها هي سخنة، ما ينفعش إن أنا أقلبها وهي سخنة. هسيبها تبرد شوية وهقلبها معاكم على الوش التاني. خليكم معايا. ده يا بنات شكلها بعد ما أنا قلبتها. دلوقتي هقطعها معاكم. ما شاء الله، هشة وجميلة وعالية. شوفوا شكلها، بسم الله ما شاء الله، بصراحة تحفة. دلوقتي ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.